لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له، لا ولد له، لا صاحبة له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. واشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا إلى جنات النعيم سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ثم أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. اليوم أحدثكم عن رجل من أهل الجنة، هل سمعتم عنه؟ وهو عنوان خطبتنا اليوم إن شاء الله، رجل من أهل الجنة. نحن نعلم أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد بشر بالجنة، وهم العشرة المبشرون بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم بالجنة. لكن أود أن أسأل كل واحد منا سؤال: هل جلست مع نفسك مرة من المرات وفكرت هل أنا من أهل الجنة أم من أهل النار؟ يا ترى سأكون من أهل الجنة أم من أهل النار؟ العاقل ينظر إلى هذه الحياة أنها قصيرة، يعني الحياة الدنيا التي تراها كلها بزخارفها بمتاعها قليلة إلى نهاية، يعني هذه الدنيا
ما الجنة وما أدراك ما الجنة. لو وصفت لك ما في الجنة لا أقول لك اترك الحياة واترك العمل، لكن كن على يقين أنك ميت وستدفن وسيتوفى أهلك وأحبك. رجل من أهل الجنة، من هو هذا الرجل؟ لم يذكر لنا الحديث اسمه، لكن نعرف أنه من أهل الجنة، صاحب القلب السليم. شفت ازاي؟ قلب سليم يكون من أهل الجنة. قلبه سليم. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. دائما الإنسان يعني يجلس أو أجلس أحيانا نقول إلى متى سنعمل في هذه الدنيا؟ 1000 عام، 2000، 3. هناك ناس يرقدون في الأرض لهم ملايين سنين في الأرض يرقدون، أموات بالملايين. فهل أنا وأنت كم سنمكث في الأرض إلى أن تكون الساعة؟ ثم بعد ذلك ينفخ في الصور فتخرج الناس يخرجون من الأرض سراع إلى الحشر عراة، حفاة عراة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش وقت انك تنظر للمرأة او انك تنظر لفلان عيان او تنظر للمرأة عارية، لا، الامر اشد وافظع. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. شوف ربنا سبحانه وتعالى يوصف لك ما يكون في يوم القيامة. يوم ترونها تذهل. شفت الإنسان لما يرى حادث كذا أو إنسان يرى منظرا فظيعا أمامه، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. من شدة هول الموقف المرأة الآن تضع جنينا، والمرأة المرضع لا يبقى لها إلا نفسها، نفسي نفسي. تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تجد الناس من شدة الهول والموقف يتمايلون كالسكارى وهم ليس بسكارى، بل إن عذاب الله شديد. تخيل في هذا الموقف، ده كل هذا مشهد من مشهد يوم القيامة. سأل سائل بعذاب واقع، ويحدثهم الله تبارك وتعالى عن أحداث يوم القيامة وما يكون فيها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. عارف يتمنى لو أنه تمنى أن يهتدي بجميع الناس، من في الأرض جميعا ثم ينجوه. لو أنه يهتدي بجميع الناس ثم ينجوه. ليه بحدثك عن الجنة؟ أن الجنة لا نهاية لها والنار لا نهاية لها. اليوم في الصباح بقرأ قول الله تبارك وتعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، في سورة النساء. ده أهل النار والعياذ بالله، نسأل الله أن يجيرنا من النار. كلما نضجت يعني كلما دخل النار الجسد بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا أهل النار. قال أبو عبيدة: تبدل جلودهم في اليوم أكثر من 120 مرة في اليوم. 120 مرة تأكلهم النار ثم تبدل جلودا غيرها، تأكلهم النار ثم تبدل جلودا غيرها. حياة لا يموتون.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ويشير النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى باب المسجد، يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة. تخيل كده لو جالسين ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لفلان وهو أنت لم تدخل من باب المسجد، إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة، وإذ بك أنت تكون من يدخل من باب المسجد. كيف تكون سعادتك وقد بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ يعني ما فيش عذاب أو ما فيش حساب عليك أو أنك سترى النار أو أنك ستدخل جهنم. لا، جنة عرضها السماوات والأرض يقول عنها المصطفى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. مهما يخطر على الرجل من النعيم لا يوصف نعيم الجنة بالنسبة لك، لا يوصف نعيم الجنة بالنسبة لك أبدا. مهما تخيلت هذا النعيم لا يوصف في قلبك أبدا. وإذ برجل من الأنصار يمسك حذاءه بشماله وتقطر لحيته من وضوئه ويدخل يصلي ركعتين ثم يقوم. وجيء في اليوم السادس وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الجلسة والصحابة كذلك، وراوا الحديث سيدنا أنس بن مالك وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، وإذ بهذا الرجل هو من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. في اليوم السادس كذلك هو الرجل. وإذ بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول والله لأعرفن ما العمل الذي يعمله هذا الرجل حتى يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وإذ بهذا سيدنا عبد الله بن عمرو يذهب إلى الرجل ويقول والله حلفت على أبي ألا أدخل البيت لمدة 3 أيام. تكلمت أنا وأبوي وحلفت إني ما دخلش البيت لمدة 3 أيام، فهل تضيفني عندك؟ فقال تفضل. مكث سيدنا عبد الله 3 أيام عند رجل ما وجده يفعل خيرا كثيرا، لا يكون الليل إلا قليل، لا يقرأ القرآن إلا قليل، لا يصوم النهار إلا قليل. فبعد 3 أيام خرج سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص من عند هذا الرجل وقال للرجل أستحلفك بالله لقد دخلت عليك رحمة يوسف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة وإذ بك أنت تدخل عليه. ما العمل الذي تفعله حتى وصلت إلى هذه الدرجة أن يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ فقال والله هذا ما رأيت، لا أفعل شيئا كثيرا. فهم عبد الله بن عمرو بن العاص أن ينصرف وإذ بالرجل ينادي عليه ويقول والله ما أعمل عملا كثيرا إلا إني أنام ولا يكون في صدري حسد أو غير في مسلم. فقال سيدنا عبد الله والله بهذه وصلت وهذه التي لا نستطيع، يعني لا بفضل كثير ولا بصوم كثير ولا بينفق القروض المؤلفة ولا بحج كثير ولا بيعمل عمر كثير، إلا إنه لا يحمل حقدا أو حسدا للمسلم. لو هناك جهاز يكشف عن القلوب ونشوف كم مسلم أو كم إنسان لا يحمل حقدا لأحد أو لا يحمل حسدا لأحد. أصبح الناس الآن ليس همهم إلا هو فلان أحسن مني فيه، هو فلان اشترى قراءة، طب اشترى منين؟ جابوا منين؟ سوى ازاي؟ عمل ازاي؟ كفتان ابنه أصبح مهندس، أصبح كيف وعمل ازاي وجاب منين وحط فين؟ ده فلان بنى البيت بتاعه الدور الرابع أو الخامس، طب عمل ايه وسوى ايه؟ ليس عليك حسابه وليس عليك
أستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. روى الشيخان الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا. ده وصية مين؟ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أبغى فلان عشان متاع زائد. لماذا أبغضوا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا. أنت عارف من صفات أهل الجنة ماذا يقول الله عنهم؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا متحابين. ما فيش في صدورهم غل، ما فيش في صدورهم كراهية قيامة. أنا أكره فلان، طب ليه أكره فلان؟ وليه أحمل؟ وتجد دائما سبحان الله الحاقد أو الحاسد أو الذي يكره خلق الله لا تجد له راحة أبدا ولا رضا، حتى وهو نائم على الفراش دائما يتقلب: فلان عمل، فلان سوى، فلان فعل، فلان جاء، فلان راح، فلان مش مرتاح حتى على الموت. لكن الذي يحيي قلبا سليما للمسلمين ينام: مالي ولخلق الله، مالي ولخلق الله. الله هو الذي يعطي، والله هو الذي يمنع، والله هو الذي يدبر الامر، والله هو قادر على ان يعين. لعل الله عز وجل منع منا خيرا من اجل ان تتضرع اليه. ربنا سبحانه وتعالى يحب احدنا اذا منع الله منه شيئا ان يتضرع اليه، ان يدعوه. دائما لما تجد الانسان يمنع الله سبحانه وتعالى من خير او يمنعه من شيء، تجد هذا الانسان يتضرع الى الله سبحانه وتعالى، يبكي في الليل: انا لا اراه ولا انت تراه، لكن بينه وبين الله سبحانه وتعالى سر، حتى انا ولا انت ولا زوجته ولا اولاده يعرفون عنه شيئا، لكن هو يتضرع الى الله سبحانه وتعالى، يتضرع الى الله سبحانه وتعالى. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. هذه نصيحه لي ولكم. اياك ان تحمل حقدا لاحد من المسلمين، اياك ان تحمل حسدا لاحد من المسلمين. قرات في حديث واختم فيه ولم أقف على صحته إن كان صحيحا أو ضعيفا: ترفع الأعمال كل يوم اثنين وخميس إلا المتشاحنان. ده زعلان وده زعلان، لا ده بيكلم ده ولا ده بيكلم ده، زعلانين هم الاثنين. فيقول الله تبارك وتعالى: تقبل أعمال جميع الناس، يعني تقبل أعمال جميع الناس إلا هذين الشخصين. فيقول الله تبارك وتعالى للملائكة: انظرا حتى يصطلحا. لا يقبل الله أعمالهم حتى يصطلحا. يعني أنت عم تصلي الفجر وتصلي الظهر وتصلي العصر والمغرب والعشاء، وأخوك اللي باللحمة قدامك زعلان معاه. زعلان عشان ايه؟ عشان شجرة أرض. زعلان عشان ايه؟ عشان 20 جنيه. زعلان عشان ايه؟ عشان سمعت فلان نقل عني كلام فزعلت منه، فأنا لا أكلمك وأخاصمك. لا تقبل حتى يصطلح. فلا تحمل حقدا لأحد، ويكن قلبك ظاهرا سليما حتى تكون من الذين ينتفعون يوم القيامة بالقلب السليم. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أنقي قلوبنا من الحقد والغل والحسد والشحناء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أبرارا أطهارا لك وحدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا. اللهم إنك تعلم إن الفقر
الله وحده، وإن كان كانت نفسها نزلت مني ومن الشيطان، والله رسول من البراء. أسأل الله أن يتجاوز عني وعنكم وعنكم الصلاة.